نيجي بقى للتتبيلة بتاعتها، هتكون عبارة عن معلقة صغيرة مليانة بابريكا، ونُص معلقة ملح، وطبعًا ما تكتّريش في الملح إلّا أمّا تدوقي الأول، وبعدين معلقة مليانة صغيرة برضه كركم، ونُص معلقة توم باودر، ونُص معلقة بصل باودر، ومعلقتين زيت ذرة أو زيت زيتون، وكمان في حدود معلقة صغيرة مليانة زعتر بيتزا أو الزعتر الناشف أو أوريجانو زي ما تحبّي تسمّيه، وهنقلّب التتبيلة دي كلّها مع بعضها كده في البطاطس، وطبعًا ممكن تحطّيها في صاج وتدخّليها الفرن هتبقى كويسة جدًا، وترجعي في نُص المسافة كده تقلّبيها على الناحية التانية. أنا هنا استخدمت الair fryer أو القلاية الهوائية، وهنا باقول لِك إن أنا باحط ورقة كده من الفويل في أرضية الحلة من تحت علشان ينزل عليها السوايل أو الدهون